يمثل كشف عجيب نقدمه برضه للبشرية بأكملها. وجد بعد التأمل والتدبر يا فندم إنه في 3 مواضع في القرآن الكريم لا رابع لها، وصفها الله تعالى بالأمان. الأول جنات النعيم، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. الموضع الثاني المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الموضع الثالث مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فاحنا سيادتك أخذنا آمنين من الآيات ال3 وثبتناها وكبرنا الموضع المذكور في كل آية، مع كثرة ما كتب حوالين ذكر مصر وتبجيلها في القرآن الكريم، لكن يظل هذا المعنى من المعاني العزيزة. وبعد كده سيادتك مصر في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن الكريم، ثم سيناء في القرآن العظيم وفي الإنجيل وفي التوراة، يعني إشارة إلى ما تحظى به مصر من تقدير في سائر الكتب السماوية وفي الوحي الإلهي على تعاقب أطواره.